بيت اليوم اللي المصريين عرفوا فيه انه ممكن يجيبوا فلوس عن طريق تيك توك. والله يخرب بيت كده، انا اسف يعني. رخص غير طبيعي والله العظيم. الناس بتهين الناس بتهين نفسها يقوم بطريقه، يعني مش موضوع ان ستات تقلع وكده عادي، ده احنا كلنا عارفينه، وده رخص من نوع اخر. في رخص بقى تاني ان واحد يخش يشحت على الكاميرا. يعني واحد مثلا معاه موبايل ومعاه انترنت ومعاه سمارت فون وقاعد في بيت وداخل بيقول لك انا محتاج 400 جنيه على يعني. طب يعني بيع الموبايل ده يا سيدي وسد ايجار البيت، صح يعني يبقى بطل اشتراك النت وسد اشتراك. هتلاقي بقى حاجات، تلاقي مثلا ناس داخله يعني احنا ممكن برضو نعمل الموضوع ده، نبص على الكاميرا كده نقعد نقول اهلا يا محمد اهلا يا حسام. وفي ناس بتمضي بالاسم، يعني اي اسم يتكتب له حسام في ناس احمد. بتطيب. يا جماعه مش كده والله هو دول العظيم. نبطشيه، ايه الفكره فيهم؟ لا هو بجد انت تخش على التيك توك ده على اللايفات تلاقي ان الموضوع لا في ازدراء